ناس كتير قوي بعتت لي بتقول لي هو انت ليه بتتجنبي ان انت تتكلمي عن الانقسام والانقلاب اللي بيحصل عندكم في امريكا وماسكه في مصر واخبار مصر. انا طبعا متاكده ان الناس دي بتسال علشان هي قلقانه علينا وعايزه تطمن على اخبار امريكا. خد يا سيدي عندك اخبار امريكا. كان في مظاهرات حاشده في الويك اند اللي فات، مئات الالاف من الناس طلعت، 3000 مظاهره في امريكا كلها، والمظاهره الواحده كانت اعداد كبيره جدا من الناس. يعني في المنطقه مثلا بتاعتي هنا من كتر الاعداد المظاهرات كانت موقفه الشوارع الجانبيه والشوارع الرئيسيه ومعطله المرور كله. فاحنا قلنا بس المظاهرات دي هتجيب من الاخر، هيجي اول الاسبوع وهنسمع في الاخبار ان ترامب تراجع عن الحرب وان هو اخذ قرار يعدل كل القرارات اللي اخذها الوقت اللي فات. جه اول الاسبوع نسمع الاخبار مفيش حاجه خالص. ونشرات الاخبار بقى قالت ايه؟ ان المظاهرات دي مظاهرات منظمه ومدفوعه، مصروف عليها مليارات الدولارات، والناس اللي نزلت في المظاهرات دي عباره عن المسنين من دار المسنين، شواذ، الناس بتوع القضيه والكوفيه. انما بقى بالنسبه للادمنستريشن اللي كانت طالعه عليها المظاهرات دي اللي هو نو كينجز او لا للملوك، الادمنستريشن نفسها مش مهتمه خالص بالمظاهرات دي وما جابتش سيرتها، ولما جابت سيرتها قالت ان هم مش مهتمين بيها خالص وان هم مركزين جدا في ان هم ياخدوا قرارات للوقت اللي جاي ويكملوا في القرارات اللي اخدوها الوقت اللي فات. نتعلم احنا ايه بقى من الدرس ده؟ ان احنا بعد كده لما نيجي نطلع مظاهرات نذاكرها كويس عشان مش كل مره نصرف على الفاضي، مره بقى نصرف في المليان.